بص يا سيدي، وأنا بقرأ الخبر حسيت إن الفيفا المرة دي مش بس بيحكي أرقام وخلاص، لأ ده بيروي حكاية موسم انتقالات مجنون بمعنى الكلمة. البداية كانت مع اسم لافت قوي، الكولومبي جون دوران مهاجم النصر، اللي الفيفا حطه بنفسه ضمن أعلى 5 لاعبين من حيث القيمة والأثر في انتقالات سنة 2025. الغريب والمثير في الموضوع إن دوران، رغم إنه معار حاليا لفنربخشة التركي، إلا إن صفقته مع النصر لسه صداها موجود عالميا. النصر كان متعاقد مع دوران في يناير اللي فات جاي من أستون فيلا الإنجليزي، والولد قعد 6 شهور بس، لكن عمل فيهم شغل محترم، سجل 12 هدف في 18 مباراة، يعني معدل تهديف يخليك تحط خط تحت اسمه. وبعدها في يوليو النادي قرر يعيره الفنربخشة، خطوة باين إنها كانت محسوبة، خصوصا إن اسم اللاعب فضل حاضر في تقارير الفيفا الكبيرة. الفيفا لما عمل قائمته ما اكتفاش بدوران لوحده، ضم معاه أسماء تقيلة في أوروبا، فلوريان فيرتس اللي راح من باير ليفركوزن لليفربول، وأوجو إيكيتيكي من أينتراخت فرانكفورت برضه لليفربول، وبنيامين شيشكو اللي انتقل من لايبزيج لمانشستر يونايتد، وكمان نيك فولت مادا اللي ساب شتوتغارت وراح نيوكاسل. تشكيلة أسماء بتوضح قد إيه سوق الانتقالات السنة دي كان مولع. ومن هنا بقى التقرير دخل في الصورة الكبيرة. الفيفا قال إن أندية العالم كلها كملت أكتر من 24500 انتقال دولي في كرة القدم للرجال خلال سنة 2025، بإجمالي إنفاق وصل لحوالي 13 مليار دولار، رقم ضخم وزيادة أكتر من 7% عن السنة اللي قبلها، ودي أعلى قفزة في تاريخ انتقالات اللاعبين الدوليين. المفاجأة الأكبر إن إجمالي الصفقات على كل المستويات وصل لرقم قياسي جديد، أكتر من 86 ألف صفقة في سنة واحدة، سواء في كرة الرجال أو السيدات أو حتى الهواء. وكرة القدم النسائية كان ليها نصيب واضح من النمو، بعدد انتقالات دولية وصل لحوالي 2400 انتقال، بزيادة ملحوظة عن السنة اللي فاتت، وكمان الإنفاق وصل لرقم غير مسبوق قريب من 29 مليون دولار. وحتى الهواء دخلوا على الخط، الفيفا سجل انتقال أكتر من 59 ألف لاعب هاوي لأندية خارج بلادهم، وده برضو رقم قياسي جديد. الخلاصة إن الخبر كله بيقول إن سنة 2025 كانت سنة استثنائية، مش بس بسبب صفقة النصر ودوران، لكن لأن عالم كرة القدم كله كان في حالة حركة غير مسبوقة، أرقام بتتكسر، وأسواق بتولع، ولاعبين بيغيروا خريطة اللعبة في كل حتة.